صباح الخير. أهلا، صباح الخير. مرحبا دكتورة، مرحبا. يومك سعيد. أهلا. دكتورة، بداية شاهدنا في التقرير مجموعة من النصائح للحفاظ أو للتعامل مع الأدوية في المنزل، لكن هل هناك وصفة ذهبية أو نصيحة ذهبية للمشاهدين للتعامل مع الأدوية داخل المنزل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول أشكركم على الاستضافة. أهلا. وأبدي أعجبي بالإطلالة الجديدة للجزيرة، ما شاء الله. شكرا لك. في تفوق دائما من ذوقك دكتورة أكيد. إن شاء الله. بالنسبة للحفاظ على الأدوية بالمنزل، إحنا دايما أنا بنصح إنه الأدوية إذا ما كانش فيه داعي، ما فيش داعي إن أنا أحفظها عندي بالبيت، إلا إذا احتجتها أو إلا إذا في وجود مريض عنده مرض مزمن. أوكي، بس بتتحفظ بمكان المفروض انه يكون بعيد طبعا عن متناول الاطفال، الجمله المشهوره اللي بتبقى مكتوبه على هي اهم جمله. ويكون في درجه الحراره المناسبه اللي مكتوبه برضو مدونه على العلبه. ودايما بنقول درجه حراره الغرفه، درجه حراره الغرفه ديت يعني مثلا طبعا هنا بالشرق الاوسط معروف درجه الحراره بتبقى عاليه، معنى درجه حراره الغرفه عندنا يعني ما تزيدش عن 25. يعني إذا مثلا أنا سافرت وسبت البيت فترة طويلة، أكيد مش هيبقى فيه مكيفات، مش هيبقى الجو مظبوط، يبقى معنى كده إن الأدوية دي تعدم فورا، غير صالحة تماما للاستعمال. غير إن في أدوية بقى بتحفظ طبعا داخل البراد أو الثلاجة، زي التحاميل. نعم دكتورة، لو فرقنا أيضا بالأدوية، هنالك الشراب وهنالك صحيح. الحبوب، هل تختلف طريقة حفظ الشراب عن طريقة حفظ الحبوب؟ بتختلف. بعض الأشربة بتكون هي أصلا بودر، بيعاد تركيبها قبل الاستعمال مباشرة. نعم. طالما ان هي بودر، ده بالنسبه للاشربه، طالما هي بودر يبقى الصلاحيه بتاعتها هي نفس الصلاحيه المدونه على العبوه بالخارج. وانس ان احنا عملنا ريكونستيتيوشن او كوناها او خلطناها اعاده تركيب علشان الاستعمال، بتبقى الصلاحيه ماكسيموم 14 يوم. ما ينفعش ان انا نستخدمها تاني. دي بتبقى مشهوره في ادويه المضادات الحيويه للاطفال. نعم. بالنسبه للقطرات كذلك، قطرات العين بعد فتحها، ما دام هي سيلد برضه بتبقى تاريخ الصلاحيه شغال عليها لمدون عليها بالخارج. اذا هي اتفتحت بيبقى صلاحيتها ما تزيدش عن شهر. دي قطرات العين، وقطرات الانف نفس الشيء. الاذن نفس الشيء. الأذن، لأن هي الأذن إذا كانت كلها معقمة، إذا كانت الحاجات اللي هي استرايلد معقمة، في الحالة ديت مجرد ما حصل إن هي اتفتحت من التعقيم خلاص بتبقى الصلاحية ما تزيدش عن شهر. طبعا هنالك أنواع من الأدوية تحفظ في داخل الثلاجة أيضا. ما هي الأدوية التي تحفظ في داخل الثلاجة والأدوية التي تحفظ في أو على درجة حرارة الغرفة العادية؟ درجة حرارة الغرفة معظم الأدوية اللي هي الحبوب نقدر نحفظها بدرجة حرارة الغرفة. الأدوية اللي نحفظها في الثلاجة المضادات الحيوية اللي بعد إعادة التركيب، اللي هي بعد ما كانت بودرة وعملناها سائل، والتحاميل اللي هي بتبقى شوية دهنية فبتسيح طبعا في درجة الحرارة العادية، والإنسولين مرضى السكر بيحفظ لمرضى السكر الإنسولين بيحفظ من 2 من درجة حرارة. دكتورة، هناك بعض الأمهات التي يحتفظن بما تبقى من أدوية لعلاج الأطفال تحديدا، علاج السعال أو الإنفلونزا أو ما إلى ذلك، ويحتفظن به لإعادة استخدامه فيما بعد. هو هذا الشائع يعني. هو للمريض والإخوة في حال المريض. طيب هل هناك محاذير معينة يجب الانتباه إليها؟ زي ما قلت لحضرتك، إذا كان عفوا إذا كان الدواء مضاد حيوي عملنا له ريكونستيتيوشن خلاص هيبقى الصلاحية عمرها أبدا ما هتكون المدون على العبوة. يعني هتستعمله مثلا للطفل اللي كان مريض وربنا يعافيه إن شاء الله ويشفى، خلاص كده مهما كان تبقى من دواء في الداخل بنرميه أو بنتخلص منه فورا. ما ينفعش إنها تحتفظ بيه حتى داخل الثلاجة. أما بالنسبة لبقية الأدوية، لو أشربة مثلا هي في طبيعتها شراب نقدر نحتفظ بيها، بنحتفظ بيها بدرجة حرارة الغرفة. إذن الشراب لا خوف من الاحتفاظ به وإعادة استخدامه. ما فيش مشكلة. دكتورة، أيضا هنالك الخلط بين الأدوية أو الخلط بين الدواء ونوع من أنواع الأغذية أيضا. يجب التنبيه لأنواع أغذية مختلفة قد لا يجوز خلطها مع الأدوية كأنواع عصائر ربما أو أنواع الشاي أو غيرها الكثير. المشهور قوي المشروب الجريب فروت.
له تفاعلات دوائيه كتير. فدايما احنا بننصح ان دايما اللي بيتعود انه يشرب جريب فروت سواء في انظمه غذائيه او اي شيء من هذا القبيل انه يبعده تماما عن اي ادويه، لانه ليه تفاعلات دوائيه عظيمه. لا يتناول الدواء وهذا العصير في وقت في تفاعلات تانية مع المرضى اللي بيستخدموا المسيلات الدم، زي حاجه اسمها الوارفرين اللي هو مسيل للدم اللي بيمنع الجلطات يعني. ده ما ينفعش ناخده مع الخضار الاخضر زي الورقيات يعني الجرجير الخس نهائي، لانه بيزود السيوله، فبنخاف لا قدر الله يحصل نزيف. ما ينفعش نهائي ان هم يتاخدوا في نفس الوقت مع بعض. في امثله كثيره على هذا تحتاج وقت. نعم، هي فقط الاشاره لهذا. طيب دكتوره، هل يمكن ان يتحول الدواء الى سم في حال استخدامه او استخدامه بالطريقة الخطأ أو الاحتفاظ به بالطريقة الخطأ؟ أكيد. ما هو يعني إحنا عندنا الشعار بتاع الصيدلة هو الثعبان والكأس. نعم. إزاي أنا باخد السم وأستعمله بشكل دوائي ينفع المريض. فإذا استعمل بشكل فيه إسراف أو مش بالطريقة الصحيحة الموصوفة أو تجاوزت صلاحيات أو الصلاحية أو قد يعود ويتحول إلى السم. أكيد، ويرجع تاني لوضعه الأصلي. طبعا. نعم. طبعا لو تحدثنا عن الشركات الكبرى التي تتلاعب ربما بمدة الصلاحية أو تتلاعب بتاريخ الانتهاء، كيف للشخص العادي التمييز بين الدواء إذا قام بشرائه من صيدلية أو من محل ربما غير موثوق؟ كيف له أن يميز أن هذا الدواء صالح أم غير صالح للاستعمال؟ هل هناك طريقة؟ هو لا توجد طريقة حقيقة، بس ما فيش صيدلية بتحتفظ بالدواء ابدا صلاحيته منتهيه الا اذا كان زي ما حضرتك قلتي هيشتريه من مكان غير موثوق. والشركات احنا عندنا في ريستريكشنز كتير قوي على انه لا يمكن ابدا دواء سواء محفوظ بطريقه غير صحيحه او خارج وقت الصلاحيه بتاعته لا يمكن الاحتفاظ به، لازم يتم اعدامه فورا. نعم. طيب دكتوره، هناك توجه اخر في الكثير من دول العالم وهو مشاركه الادويه، ربما فيها نوع من التكافل من خلال اعاده الدواء الذي يتم عند انتهاء فتره العلاج، ويكون هناك متبقي من الدواء يتم اعادته الى الصيدليه او اعاده توزيعه على من يحتاجونه. يعني هل تباركين مثل هذه الخطوة أم تحذرين؟ لا مانع إذا كانت هتعود الأدوية دي للشخص الممارس الصحي اللي فاهم إزاي يعيد توزيعها إذا كانت صالحة للاستعمال. فقط في هذه الحالة. وهو الصيدلاني في هذا الحالة. أكيد الصيدلاني. فقط إذا بطريقة تانية أو أي حد تاني مش متخصص أكيد هيبقى في قلق، لأن زي ما قلت لحضرتك هي بتحتاج مراعاة للطريقة التغذية. هناك من يجتهد وينصح بدواء معين على أن حالته شفيت لأنه استخدم هذا الدواء، وبالتالي ينصح لمن ربما يرى أنهم يعانون ذات الحالة. هذا وارد جدا. مجرب يعني. وبالتالي هل في ذلك مخاطر؟ أحيانا لأن الحالات بتختلف من وأيضا حسب الدواء. طبعا حسب الدواء، يعني واحد أخذ دواء كحة والحمد لله ربنا شفاه، ممكن الكحة اللي جت لشخص تاني بسببها مثلا بكتيريا مش سببها حساسية، فإحنا نطول وقت العلاج لأنه استعمل العلاج خطأ. أكيد. أو ربما بالنسبة للأمراض المزمنة كذلك. الأمراض المزمنة لازم يكون متابع مع طبيب. لا يجوز تبادل الأدوية دون استشارة أكيد الأخصائيين والمختصين بهذا الموضوع. لو تحدثنا عن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، ما مدى خطورة تناولها أو عدم الرقابة عليها؟ ما مدى خطورة هذا الموضوع كون يمكن للشخص أن يذهب إلى الصيدلية ويأخذ هذا الدواء؟ احنا عندنا هنا في الدوحة بالذات معظم الأدوية بقت تحتاج لوصفة طبية. في بعض الدول لسه أنا هذا الموضوع أحبته جدا اللي هو الوصفة الطبية. نعم. لأن بعض المرضى زي ما حضرتك قلت من شوية بيجوا أنا أخويا قريبي جاري استعمل الدواء الفلاني وأنا عايزه. صحيح. فلا طبعا حتى لو أنا شرحت له إنه ما ينفعش إنه تاخد كذا وممكن لن يقتنع. لن يقتنع. هل يتعلق الأمر بالمضادات الحيوية فقط أم يتعلق بكل الأدوية؟ لا، هذا الحظر أو هذا التشدد. المضادات الحيوية يعني زي مثلا الأدوية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون
او الادويه اللي ممكن تعمل تشوهات خلقيه، لو ست حامل تشوهات خلقيه للجنين دخلت برضو داخل الحظر، او الادويه المؤثره على الحاله المزاجيه او الجهاز العصبي. نعم، دي لكن تدخل في الموضوع. دكتورة بعض الأدوية تعرض في المحال التجارية، ليست فقط في الصيدليات بل على رفوف المحال السوبر ماركتات. نعم، يعني ما مدى خطورة وجود هذه الأدوية والولوج إليها بطريقة سهلة؟ شوفي، أي دواء بيبقى زي ما هو ليه نقول عليه الثيرابيوتيك افكت او التأثير العلاجي، بيبقى له التأثير السمي. فممكن لو احنا استعملناه بإسراف، زي مثلا أدوية الصداع نعم المشهورة، إذا استعملت عن حد أكتر من المسموح لها بتعمل مشكلة كبيرة جدا، خصوصا في الكبد، والكبد ده أساسي اللي هو بيطهر السموم من الجسم كله. نعم. فبندخل في مشاكل أكبر، ممكن يكون عندنا مشاكل بقى مزمنة بدل ما كان عارض. يعني دائما النصيحة من المختصين هي الأصدق وهي الأهم. طبعا طبعا هناك كذلك دكتورة من يخلط الدواء الطبيعي، استخدام الدواء الطبيعي او العلاجات الطبيعيه والتقليديه بالادويه، وربما في ذلك محاذير كذلك. هذا الموضوع طبعا لا ينتهي. اكيد. دكتوره مروه، سعدنا جدا بوجودك معنا، واتباع أنا أسعد، شكرا لك دكتور. شكرا لك.